أهلا بيكم. لو في حد بيفكر يتعلم ألماني، في كلمة لازم نبدأ بيها: العيلة، أو زي ما بيقولوا بالألماني دي فاميليا. في الشرح ده هنتعلم مع بعض إزاي نتكلم عن أهم الناس في حياتنا بالألماني وبطريقة سهلة ومبسطة خالص. طيب خلونا ندخل في الموضوع على طول ونسأل السؤال الأهم: إزاي ممكن أي حد فينا يقدم أفراد عيلته بالألماني؟ الموضوع بجد أبسط بكتير مما نتخيل، وخلال دقايق بالظبط هنعرف نعمل ده بمنتهى السهولة. تمام، يلا بينا. هنبدأ بالأساسيات، يعني أهم 3 أفراد في أي عيلة: الأب، الأم، والطفل. نبدأ بالأب. بالألماني بنقول der Vater. يلا نقولها مع بعض: der Vater. أهم حاجة ناخد بالنا منها هنا هي الأداة اللي في الأول دي، ودي معناها إن الكلمة دي مذكر. طيب لو عايز أقدم والدي لحد هقول إيه؟ ببساطة شديدة هقول Das ist mein Vater. الجملة دي ترجمتها الحرفية هذا يكون أبي. سهلة جدا. بعد الأب طبعا بتيجي الأم. بالألماني بنقول die Mutter. يلا نجرب ننطقها: die Mutter. وزي ما دير كانت للمذكر، هنا بقى بنستخدم دي للكلمات المؤنثة. Meine Mutter ist sehr lieb، معناها أمي لطيفة جدا أو حنونة قوي. كلمة lieb دي صفة جميلة ومهمة جدا في الألماني. الكلمة اللي بعدها هي das Kind. النطق بتاعها das Kind ومعناها الطفل. لاحظوا بقى هنا إن الأداة اللي في الأول لا هي دير المذكر ولا دي المؤنث، دي أداة محايدة اسمها das. شوفوا المثال ده كده: Das Kind spielt im Garten. يعني الطفل يلعب في الحديقة. بكده نبقى عرفنا الكلمات الأساسية: الأب، الأم، والطفل. حلو قوي. دلوقتي بقى خلونا نتوسع شوية ونشوف باقي أفراد العيلة، وهنبدأ بالرجالة أو يعني الذكور. نيجي للأخ وهو der Bruder. يلا ننطقها سوا: der Bruder. وزي ما ممكن نكون خمنا، بما إنه مذكر طبيعي ياخد الأداة der. ولو عايزين نقول أخويا لطيف هنقول Mein Bruder ist nett. كلمة nett هنا معناها لطيف أو ظريف، بتتقال كتير قوي. تمام. ننتقل بقى للنص التاني من العيلة ونشوف الموضوع ده بيمشي إزاي مع السيدات. هنا معانا كلمة die Schwester. النطق بتاعها فيه تركاية بسيطة: die Schwester، ومعناها طبعا الأخت. وزي ما توقعنا بالظبط بتاخد أداة المؤنث دي. والمثال شبه مثال الأخ بالملي: meine Schwester ist nett، يعني أختي لطيفة. هي نفس الصفة، بس المرة دي بنوصف بيها الأخت. نيجي بقى للنقطة المهمة قوي. احنا عرفنا الكلمات، بس ازاي نقول أخويا أو أختك؟ يعني ازاي نعبر عن الملكية؟ ده اللي هنشوفه حالا. بصوا الموضوع بسيط ازاي. لو بنتكلم عن حاجة بتاعتي بنستخدم ماين لو الكلمة مذكر، زي ماين فاتر، وبنزود لها حرف إي في الآخر وتبقى ماين لو الكلمة مؤنث، زي ماين موتر. نفس القاعدة بالظبط لو بنتكلم عن حاجة بتاعتك: داين للمذكر وداين للمؤنث. خلاص كده احنا معانا كل الأدوات. جه الوقت نجمع كل الخيوط دي مع بعض ونشوف ازاي ممكن نستخدم كل اللي اتعلمناه ده في جمل كاملة ومفيدة. يلا نطبق عملي. ممكن نقول Mein Vater ist ein guter Mann، يعني أبويا راجل طيب. لاحظوا mein مع Vater المذكر. أو ممكن نقدم أخت حد ونقول Das ist deine Schwester، وهنا استخدمنا deine عشان Schwester مؤنث. وممكن كمان نسأل سؤال مهم وعملي جدا زي Was ist dein Bruder von Beruf، اللي معناه ما هي وظيفة أخيك، أو بالبلدي كده أخوك بيشتغل إيه. وبكده نكون خدنا أول وأهم خطوة في تقديم العيلة بالألماني. قدرنا نتكلم عن الأب والأم والأخ والأخت بكل سهولة. الخطوة الجاية إننا نتعلم نوصفهم أكتر ونستخدم صفات جديدة. مستعدين؟